اقسم بالله تبقى صفقه القرن، تبقى صفقه العمر، زي صفقه القرن يبقى ضربه العمر وصفقه العمر وصفقه اللي انت عايز تقوله. في البدايه صلي على النبي واعمل لايك واعمل شير، ووصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من الشير يا زملكاويه، عشان الموضوع كبير. اقسم بالله، بقسم لكم بالله، لو الموضوع ده فعلا حقيقي هيبقى ضربه العمر صفقه العمر. قول بقى عليها اللي انت عايز تقوله. بدايه كده، النادي الاهلي مش عارف يوصل لحل مع وسام ابو علي. النادي الاهلي مش عارف يوصل لحل مع وسام ابو علي. هتقول لي خصومات، ده استبعدوه، هو اللي مش عايز يحبط، هو خايف، عامل زي زيزو كده، وهينزل بيان الفتره اللي جايه انه خايف يخش النادي الاهلي احسن الجماهير تتهجم عليه ومش عارف ايه والكلام من ده. ليه بيحصل نفسه؟ عشان عايز يعمل حاجه اسمها فسخ تعاقد. فسخ تعاقد. استاذ ممدوح عباس كلف جون ادوارد علشان يكلم وكيل وسام ابو علي ان نادي الزمالك يشتري وسام ابو علي. غريبه، غريبة. انت مش مصدقها صح؟ ولا انا صدقني، انا مش مصدقها لحد دلوقتي. بس لو ده حصل اضرب لك تعظيم سلام يا جون، انت والاستاذ ممدوح عباس، اضرب لكم تعظيم سلام. انت بتجيب منهم ده دي. قالوا على زيزو بقى ده مش عارف الخازوق ده انت تبقى اديتهم الخازوق اللي عمرهم ما ينسوه مدى الحياة. م- مدى الحياة، ده لحد اما الكرة تخلص، لحد اما اليامة تقوم، هيفضلوا الاهلاويه فاكرين جون ادوارد اللي خد منهم وسام ابو علي